تفوق بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في معقل سانتياغو برنابو. فاز برشلونة على ريال مدريد وفي معقل الكامب نو بهدفين مقابل هدف واحد بهدف لويس سواريز نجم الكرة الأوروغوايانية. في ظل المعطيات وظل الارشيفات والتاريخ أن مانشستر سيتي لم يذق طعم الفوز على ديار بلاوغرانا. يا بيليغريني نصيحة لمسلم أخيه أنه أنصح بيليغريني أنه يقحم يايا توري ويخرج فرناندينيو البرازيلي. أكيد مانشستر سيكون في نوج العطاء. خيبة الكرة للإنجليز بخروج سبيشلوان بخروج تشيلسي بلوز على يد لورون بلون على يد باريس سان جيرمان وخروج توتنهام على يد فيورنتينا وإقصاء ليفرتون على يد الدينامو كييف وخروج الإنجليز. كما هي خيبة للأرسنال لما كان الإقصاء على يد الموناكو على إمارة الموناكو في فرنسا. بعقد وبراتي اكيد غياب كبير لابليس ماسويدي وفيراتي بوسط الميدان معاناه كبيره لاكاديميه البريزيه. دياغو موتا نجم الكره الايطاليه بالمليمتر يا حبيبي وماسكيرانو في التصدي. شيء اعجب يا عمري شيء غريب ولا كره جنونيه بدايه كهربائيه من الكره الكتالونيه. وبالتالي أيها السيدات والسادة مباراة كبيرة لأرسنال هنا في معقل الإمارات أمام موناكو أمام الفريق الذي ياما تألق في فرنسا والكل يتذكر تاريخ موناكو نهائي تشامبيونز ليج أمام بورتو وكان الفوز لسبيشال وان أنذاك مع نادي بورتو ب3 أهداف مقابل لا شيء. لدينا هناك زورلا وصعد إلى الكبير شيرو شيرو الله دراجة دوما تماما نغلق كل المنافذ المنتخب الجزائري تماما نغلق كل المنافذ على المنتخب الألماني. لم يقدر لا توري كروز ولا شفاينشتايغر على تخطي منطقة الجزائر. المنتخب الجزائري حذار يا سفيان حذار يا سفيان. اطلبها سفيان الفاغوري وصلها له يا سفيان. اطلبها زميلك سفيان وصلها له. روح سمير طيدير سمير طيدير يا لا بالكرة إلى بالمجيد مقرة يا لا من سمير طيدير ويا لا من ياسين إبراهيمي وحسن قود حسن يبدأ وقود يورا كل هؤلاء النجوم. لو تفعلون مثل ما فعلتم 1982 لو تفعلون مثل ما فعلتموها 1980 لما فعلها رابح ماجر وزملائه بلومي